يعني بيقول لما بصلي وعند الوصول لمنتصف الآية أشك إني لم أقرأ الفاتحة، بقف مكاني وما بواصلش الآية وارجع أقرأ الفاتحة تاني وأعيد قراءة الآية من الأول وجديد، وهذا وسواس بجميع الصلوات. وأحاول أن أتذكر أنا قريت إيه بعد انتهائي من الصلاة وسجود السهو، فهل هذا صحيح أم علي إعادة الصلاة بأكملها مرة تانية؟ اولا هو معلش اعاده الصلاه باكملها ولا حاجه. امر الوسوسه امر زاد جدا عند الناس، وده كله نتيجه التعب اللي احنا الارهاق الذهني اللي بنعمله لنفسنا. لو نلاحظ كده احنا بنرهق ذهننا في امور الحياه، اللي موجود عندنا واللي مش موجود. بنفكر في اللي موجود وبنفكر في اللي مش موجود، فاصبح الذهن شغال، مشاكل الحياه عماله تكتر، وهموم الحياه في دماغنا بنفكر فيها كتير. ده كله اصاب الناس بامور نفسيه كتيره جدا، منها الوسوسه. فلذلك زادت جدا وسوسه في الصلاه، الوسوسه في الوضوء، الوسوسه في الفاظ الطلاق، الوسوسه في قراءه الفاتحه، الوسوسه في تكبيره الاحرام. بنشوف الوان طبعا، وهي من بتيجي كده في الوساوس. الصلاة وفي الوضوء. ده في ناس بتوسوس في الاوراق اللي ماشيه المرميه في الشارع. متهيأ له كل ورقه فيها ذكر الله، هو حد هيدوس عليها هو كده يدخل جهنم، وداير في الشارع. من الأمراض النفسية بالضبط. الصعبة وراجل يبقى والتقيلة. متعلم وعلى درجه من العلم وماشي يلم الورق من الشارع. منظر طبعا صعب جدا، حتى ان امراه يعني ابنها في مركز كويس جدا تقول لي انا ببص على ابني وماشي في الشارع بحزن عليه. بتبص على لو كنا ماشي هو في ذهنه كده، لو دوست على الورق بيأتي في ذهنه لو دوست على الورق دي يبقى كده مراتي طالق، فروح ماشي بعيد كده. وبعدين لو دوست على الورق يبقى مراتي، روح ماشي كده وماشي كده طول ما هو ماشي في الشارع وهو رايح شغله. تخيلي ده بيروح يقعد على المكتب ويشتغل، بيشتغل يعني ناجح في شغله، ولكن يمشي في الشارع هنا تبتدي الوسوسه. فاللي يشوفه بتقول انا ببكي عليه. فاحنا ليه نوصل نفسنا للحاله دي يا جماعه؟ الدين سهل جدا، والدين يعني يسر جدا، واحنا فعلا يعني بنشق على انفسنا بهذه الاشياء. صاحبه السؤال تكبر تكبيره واحده وتقرا الفاتحه، حتى لو جالها وسوسه انها ما قراتش لا تلتفت اليها. جالها وسوسه انها تعيد الايه تاني ما تعيدهاش. لو صاحب السؤال وصاحب الوسوسه جاهد نفسه كان قوي الاراده لفتره بسيطه جدا كل ده هيروح عنه. انما قضيتنا ان احنا بنسترسل مع الوساوس ونسيب نفسنا للوساوس فبتزيد معانا. فهي ما تعيدش اي حاجه. اللي موسوس في تكبيره الاحرام ما يكررهاش، في قراءه الفاتحه ما يعيدهاش، في الوضوء يتوضا مره واحده تكفي وما يعيدش الحاجه، ما يشغلش دماغه بالالفاظ اللي بيقولها. كل ده لو الانسان قوى نفسه وقوى ارادته وترك كل هذا مع ذكر الله وكثره قراءه آية الكرسي، ان شاء الله كل ده هيروح ان شاء الله.